في بيت عنيا، هناك حيث يسكن من أحبه الرب، حل الصمت مكان الكلمات، وسكن الألم بين القدران. لعازر الذي كان قلب البيت صار جسدا مريضا، ومريم ومرسى لم يبق لهما سوى دموع الرجاء ونظرات تخترق المسافات تترقب وجه يسوع. اقترب يسوع من القبر ومشى على خطى الأحزان. لم تكن دموع ضعفا، بل كانت لغة السماء، وهي تحتضن البشرية في أشد وجعها. بكى يسوع فارتجف قلب الأرض، بكى لأنه أحب. وصوت الحياة شق الموت، فاهتزت الحجارة وتقدمت الناس لترى لعازر حيا يحمل شهادة القيامة في جسده، وصار آية تروى إلى الأبد. وفي القرن الأول الميلادي تعمد لعازر على يد يوحنا الإنجيلي، فصار شاهدا للنعمة ومولودا من فوق. كأن الموت لم يكن إلا عبورا. لم يروي الكتاب المقدس شيئا عن حياة لعازر بعد ذلك، ولكن بعض الروايات تقول إن الأشرار وضعوه في سفينة بها تسريب ماء قاصدين إغراقه. لكن يد الله معه، حمالته من العتمة إلى قبرص. وأصبح أسقفا على ننقى، شاهدا حيا على من أقامه من الأموات. 40 عاما يزرع الحياة، يبارك من كانوا يخافون الموت، ويشهد كل يوم لمن غلب الموت وأعطاه الحياة الجديدة. أنا الذي سمع صوته يخترق الحجر. لعازر هلم خارجا. لم أخرج بجسدي فقط، بل خرج قلبي من العدم إلى الرجاء. ومنذ أن عدت وكل يوم هو قيام لي. يا رب، كي لا أنسى إن حياتي لك، وقيامي منك، ونهايتي إليك.